السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم من جديد بفيديو جديد من عند الحمام، هيفيدكم جدا جدا لكل مربين ومربيات الحمام إن شاء الله. الفيديو النهاردة يا جماعة بيعتمد على خلطة من البيت جميلة جدا جدا. أنا جربتها عندي في المكان ولقيت بسم الله ما شاء الله خير كتير وإنتاج وفير بإذن الله. بعد ما تقدموا الخلطة دي، بعد ال4 أيام اللي هتقدموا فيهم الخلطة دي إن شاء الله، هتلاقوا ان بسم الله ما شاء الله الحمام عندكم هيبتدي ان هو كل جوز ياخد عينه ويبتدي ان هو يبيض ويفرخ عندكم في المكان، وهتفرحوا بالانتاج الوفير وبالخير الكتير اللي عندكم في المكان باذن الله لو اتبعتوا خلطة. وطبعا الحاجات اللي انا بقولها في الفيديوهات السابقة عايزاكم تشوفوا الفيديوهات وتستفادوا ان شاء الله. وما تنسوناش من اللايك والاشتراك يا جماعة، حاجة بسيطة جدا جدا لكن بتدعم القناة، لان انا بتعب على فيديوهاتي بجد واتعب في المونتاج جدا جدا علشان اقدم لكم حاجة كويسة، حاجة تشرف وحاجة يعني تستفادوا منها بإذن الله. فما تنسوناش من اللايك ومن الاشتراك البسيط كده، حاجة بسيطة جدا جدا هتدعم القناة عندي، والقناة طبعا هتكبر بيكم وليكم. كل ما تشجعوني كل ما هقدم لكم فيديوهات بشكل مستمر. واي حد عايز اي حاجة اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليكم بإذن الله، وهفيدكم واقول لكم الإجابة في الفيديو اللي بعده بإذن الله. طبعا زي ما انتم شايفين كده الخلطة انا جهزتها عندي تحت، يعني ضربت كل حاجة في الكبة او في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. الخلطة دي يا جماعة مش مكلفة خالص خالص، يعني حاجة بسيطة من البيت وهتستفادوا. قبل اي حاجة طبعا انا عملت الخلطة وسبتها في الشمس، وابتديت ان انا انضف المكان كده زي ما انتم شايفين كده، بكحت الارض علشان الحمام ياكل بنفسي كده زي ما احنا بنحب ان احنا ننضف مكاننا. طبعا المكان ده انا منضفاه من 3 ايام يا جماعة، بنضف مرتين في الاسبوع وساعات 3 على حسب، يعني هما مرتين حلوين كفاية. بس انا يعني حكاية مرة في الاسبوع بتبقى صعبة شوية، يبقى المكان متسخ جامد. وطبعا فصل الشتاء بتكتر فيه الفيروسات والبكتيريا، واحنا عايزين ندخل على الشتاء بصحة ممتازة للحمام. فالخلطة اللي معانا النهاردة ان شاء الله هتقي الحمام من الفيروسات ومن البكتيريا وهتخلي صحته ممتازة واكتر ممتازة باذن الله. انا نضفت المكان زي ما انتم شايفين كده، وابتدي ان انا اقدم لهم الخلطة علشان ياكلوها ويستفادوا منها باذن الله. الخلطة دي مقاومة للبكتيريا والفيروسات، وبتزود الانتاج وبتفتح شهية الحمام وبتزود وزن الزغاليل باذن الله، وريحتها جميلة جدا جدا. الخلطة دي يا جماعة هتستفادوا منها كتير اما تقدموها للحمام. هاتوا ورقة وقلم واكتبوا معايا. الخلطة عبارة عن بنجراية كبيرة، و2 حبة بصل متوسطين او بصلاية كبيرة، وراس توم واحدة متوسطة، و2 ليمونة، و2 فلفل حار سواء احمر او اخضر. الخلطة دي يا جماعة هتستفادوا منها كتير وهتلاقوا خير كتير وانتاج كتير في المكان لو قدمتوها. وطول الشتاء الحمام مش هيعاني من اسهال ولا كنكر ولا تنفسي ولا اي شيء. هنبتدي زي ما حضراتكم شايفين كده ان احنا نقدم الخلطة للحمام، بس يكون الحمام جعان من قبلها بشوية. الحمام يكون جعان، يعني مثلا طلعتوا الصبح وقدمت لهم الخلطة ديت، قدمت لهم الاكل العادي بتاعهم والمية تاني، يعني تفضلوا لحد تاني يوم ما تطلعوش. يعني مثلا طلعتوا الصبح تفضلوا لحد تاني يوم ما تطلعوش خالص لحد الجوع ما يقرص عليهم، وتعدوا الميعاد ده، الميعاد اللي انتوا طلعتوا فيه قبلها بيوم بساعتين او حاجة، علشان الحمام يكون جعان جدا ويبتدي ان هو يقبل وياكل الوصفة او الخلطة اللي انا عاملاها دي. زي ما انتوا شايفين كده فيها حتت بنجر، لو ضربتوها في الخلاطة تبقى ناعمة شوية عن كده، بس انا ما حطيتلاش مية خالص، يعني هي ميتها منها فيها، ويفضل انها تتضرب في الكبة علشان ما نحطش مية. ونبتدي ان احنا نقلبها زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين نحطها للحمام. هتلاقوا الحمام بسم الله ما شاء الله مقبل عليها وبياكلها. يعني انا غلطت ان انا الحمام ما كانش جعان سنه وقدمتها، بس انا حطيتها ونزلت، يعني اقسم لكم بالله انا طلعت تاني يوم ما لقيتش حبايه، ما لقيتش حبايه كلفه واحده موجوده في المكان. طلعت تاني يوم الصبح
لقيتهم واكلينها كلها. لما قرص عليهم الجوع كلوها كلها بسم الله ما شاء الله، وما خلوش فيها حبات كلفة واحدة. حتى البنجر، حبات البصل اللي فيها اي حاجة هي بتبقى متقطعة صغير يعني ما فيهاش حاجة، اي حاجة كانت فيها كلوها بسم الله ما شاء الله، وما خلوش حباية واحدة في المكان. فانتوا اعملوا زي ما انا عملت كده وقدموها. وطبعا انا نسيت اقول لكم ان انا حط عليها معلقتين زنجبيل ومعلقتين زعتر، معلقتين زنجبيل ومعلقتين زعتر حطاهم على الوصفة دي. طبعا انتوا عارفين الزنجبيل والزعتر كلهم مضادات حيوية وكلهم املاح معدنية. الزنجبيل غني جدا بالفوسفور وبيقوي المناعة وبيساعد على الانتاج، وكذلك الثوم والبصل بيساعدوا على الانتاج وبيقوي المناعة عند الحمام. زي ما انتوا شايفين كده هما بيبتدوا ياكلوا منها على بسيط، وبعد كده اول ما الجوع يقرص عليهم هياكلوها كلها، مش هيخلوا اي حاجة في المكان. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتوا شايفين كده بياكلوا منها. في الاول هتلاقيهم بيستغربوا وبعد كده بيبتدوا ان هما ياكلوا. لان طبعا الخلطة دي بنقدمها 4 ايام، 4 ايام من كل شهر، 4 ايام من كل شهر بتقدموها، وهتدعولي عليها لانها مفيدة جدا، مليانة حديد ومليانة كالسيوم ومليانة فوسفور ومليانة املاح معدنية مهمة جدا لصحة الحمام، بتساعد على غزارة الانتاج وبتقوي المناعة. هتنسوا بقى الكنكر والسالمونيلا وكل امراض الحمام مع الخلطة دي. قدموها وهتدعولي عليها. وطبعا البنجر غني عن التعريف، يعني منظف للسموم من كبد الحمام وبيزود الانتاج في نفس الوقت، ومليان جدا بعنصر الحديد. وريت يا جماعة الفيديو النهاردة يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منه، واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.